هنتكلم النهارده عن رسالة القديس بولس الثانية لكنيسة تسالونيكي. عدد اصحاحات الرساله دي 3 اصحاحات. بيبدا القديس بولس الرساله كعادته بصلاه وشكر للمؤمنين اللي في المدينه على صفات حلوه عندهم. بيشجعهم القديس بولس على ان هم يستمروا في الصبر، واكد لهم ان هم باحتمالهم وصبرهم ده هيقتنوا انفسهم زي ما قال الرب يسوع. زي ما السيد المسيح اتألم على الصليب وقبلوا بارادته وهو ملكنا كلنا، احنا كمان هنشترك معاه في ملكوته بصبرنا واحتمالنا للاضطهادات. كمان بيفكرهم ان الضيقات دي مش هتستمر للابد، ان ربنا هيحكم لهم ويعاقب اللي ظلمهم كقاضي عادل. للاسف كان في اشاعات مزيفه، في ناس قالت ان هي من بولس شخصيا لكن هم بيكذبوا، زي ان يوم الرب كنهايه العالم جاي خلاص على الابواب، وعمالين يقلقوا ويخوفوا اخواتهم بالكلام ده، عمالين يفتوا في تواريخ ومواعيد، بل بعضهم قال ان اليوم ده جه خلاص من غير ما يحسوا، وان ربنا سابهم للعالم وتركهم للضيقات. لكن بولس بيطمنهم وقال لهم ان الكلام ده غلط خالص، لان مجيء ربنا مفرح لكل المؤمنين بيه، مش يوم خوف ليهم. زائد بولس بيأكد ان ده مش وقت المجيء التاني، ان قبل المجيء التاني دوت هيجي ضد المسيح او الانتي كرايست كملك شرير جدا معاه كل قوه الشيطان، وهتحصل العلامات اللي ربنا يسوع قالها في مرقس 13. لكن في الاخر ربنا يسوع هو اللي هيجي وهيغلب. كمان كان في ناس رافضه انها تشتغل، ولو فاكرين بولس نبههم في الرساله الاولى، يمكن كانوا فاكرين ان يوم الرب قريب، بمعنى انه خلال ايام، فهنشتغل ليه لو كده. ويمكن كانوا كسلانين او عايزين يعيشوا على فضلات الناس الاغنياء، بيشتغلوا عندهم اي حاجه، ودي كانت مشكله موجوده في روما زمان. لكن القديس بولس نبههم ان الصح ان الانسان يشتغل عشان يكفي اهله وبيته، كمان يقدر يساعد بقيه الناس. بولس ختم الرساله بان ربنا ملك السلام يديهم سلام.